أنا أريد أذكركم بالتاريخ. اسمع أذكركم بالتاريخ. هذا البلد كل ما يتعافى يجون عليه الكفار. العراق ما سلم 50 سنة بدون احتلال. من جه الإسلام أو من أسلم العراق إلى هاي الساعة، لأن أهل العراق نشام، والله نشام، لزموا آل البيت. وشوفوا إلى هاي الساعة عندهم استعداد ينطون دماء حرمة لآل البيت. اكو بلد بالعالم يحب آل البيت وكثر أهل العراق؟ لا والله. والله أهل العراق حتى صار عندنا غلو بحب آل البيت، وآل البيت ديننا وذريتنا فينا نعتز فيها. كم واحد طبل وخل نخلص من بشار الأسد؟ خلصتوا من بشار الأسد لو تدمروا أهل سوريا؟ تدمروا ولا لا؟ تدمروا. ما دول الخليج الخونة، دول الخليج اللي صيحت بأعلى صوتها على العراق وخلصونا من صدام. شنو اللي صار ورا صدام؟ تحيتوا؟ مو هذا بلد مخرب؟ مو بلد معروف؟ مو بلد محتال؟ والبارحة طلعوا لكم هذا الرئيس الامريكي الجديد ترامب، ما ادري شو اسمه، مو طلع كلكم مكيفين، ابشرك كل مكيفه. طالعين 30 واحد 35 واحد اللي سرقوا مال العراق، وقال ترامب راح ارجع اجي انا اسيطر على النفط وانطي حق العراقيين. ربك كافر، مصدقين انتم يجي يسيطر على البلد؟ هم انطاكم حقوقكم؟ ما طببوكم لابو غريب؟ ما سمعتوا فضايح ابو غريب لو نسيتوها؟ تركوا شريف اذا ما هانوه، تركوا مسجد اذا ما دمروه. وهاي الطائفيه اللي صارت، من فيكم كان يعرف الطائفيه؟ قبل تعرفوا الطائفيه؟ مو كلها امام وخوال. والله شيعة سليمين رغي مو ثلاث ارباعهم قتلوا ابنائهم بالحشد وقبل الحشد، وهسه بيوتهم مهجمه من يوم يطب الاعياد وسياح فعلوا. لا انتم اهل السنه نايمين الرهب، مو محافظاتكم مخربه، ومو عوائلنا دايحه بالشوارع وبناتنا وابنائنا يستجدون. فعلوا. لا هذا شراد، شراد واحد شريف ينزل بالوادي ويظل يصيح بعلو صوته يسمع العالم لازم نقف. والله واذا عاهدت الله تعالى وشوف يقول له العراق والاسلام ما يفرغ من الرجال.